في يوم من الأيام كانت ليلي قاعدة بتلعب مع أخوها كريم، ولما غلط في اللعبة قالت له: أنت دايماً بتبوظ كل حاجة. زعل كريم وسكت ووشه اتغير. دخلت تيتا جميلة وسألتهم: في إيه يا حبايبي؟ قال كريم: ليلي قالت لي كلمة وحشة وزعلت. ابتسمت تيتا وقالت: تعالوا أقول لكم على سر صغير. في سر اسمه الكلمة الحلوة، بتدخل القلب وتخلي الناس تضحك من غير سبب. سألت ليلي: يعني إيه يا تيتا؟ ردت تيتا: يعني بدل ما تقوليله بوظت كل حاجة، قوليله تعالوا نصلحها سوا يا بطل، شوفي هيفرح إزاي. جربت ليلي وقالت: أنا أسفة يا كريم، تعال نصلحها سوا يا بطل. ضحك كريم وقال: أنا بحبك يا ليلي. ومن يومها بقت ليلي دايما تختار الكلمة الحلوة، عشان عرفت إنها زي المفتاح بتفتح باب الفرحة في قلب أي حد. لو عايزين تشوفوا كل جديد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.